عاملين ايه يا بنات؟ وحشتوني جدا جدا جدا. راجعه لكم فيديو قوي جدا جدا جدا. يا مساء السعاده والامل والتفاؤل على عيونكم يا احلى واجمل اخوات في الدنيا كلها. بحبكم قوي 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 قوي. وحشتوني جدا جدا جدا. طولت عليكم بس احنا راجعين بقى، بصوا، بقوه وحماس وتفاؤل وامل وكل حاجه. يلا نسمي بالله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام، ونملى يومنا كده بالبركة وبالخير وبالسعادة. طبعا يا جماعة انا بصوا حرفيا الاسبوع ده كله كان كمية غسيل فوق ما تتخيلوا. فك الستاير، اشيل البطاطين واغسلها. وبصوا كان الاسبوع ده كله حماس. والشبابيك غسلناها والحيطان. بصوا يعني على قد ان احنا بس هنفرش فرشة الشتاء بس سجاد والدفايات وخلاص على كده. بجد كان الاسبوع ده كله غسيل في غسيل. هتقولي لي ربنا يا رب يخليكم ليا ما يعلمنيش منكم، بس بجد حرفيا كان يا دوب اشيل من الغساله. كانت حتى الغساله اشتكت والله العظيم. الغساله لو بتتكلم هتتكلم. الغساله يا دوب اطلع منها وانشر واشيل واحط. بصوا مش قادره اوصف لكم. انا طلعت نشرت ونزلت وجبت الغسيل معايا وانا نازله. قلت بقى اما اطبقه. طبعا بصوا اليوم اصلا يعني حلو وجميل وخفيف النهارده جدا جدا، على قد بس ايه يعني حاجات بسيطه كده، وهنعمل احلى واجمل يعني حاجات مع بعض. بس قلت ما اطبق بقى الغسيل شويه، لان بجد يعني بصوا انا مخليه كل حاجه يعني مية مية. بصوا ولا فراخ الجمعية. اضحكوا يا حبايب قلبي، محدش اخد منها حاجه. كان دلوقتي حوالي الساعه 3 العصر. فقلت بقى ايه اما اقوم بقى ايه اطلع بقى الغسيل انشره واجيب الغسيل واطبقه كده ونعمل ايه، نشوف نعمل غدانا ايه. ماشي يا حلوين. وحشتوني جدا 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 والله العظيم، بجد وحشتوني قوي قوي قوي. على فكره انا لو طايله اعمل كل ساعتين فيديو عشان انتوا تكونوا معايا على طول هعمل. ربنا ما يحرمنيش منكم ويجعل يا رب ايامكم كلها هنا وفرح وسعاده وراحه بال يا احلى واجمل اخوات في الدنيا. النهارده هنعمل احلى واجمل صينيه مكرونه بشاميل يا جماعه. بصوا حاجه كده ايه فاخر من الاخر. ده هيبقى غدانا النهارده. بصوا بتركاته بحركاته بكل حته فيه. بصوا مش قادره اوصف لكم. فخليكم معايا، اوعوا تسيبوني وتروحوا بعيد. خليكم معايا وتابعوني خطوه بخطوه عشان نعمل معاكم احلى واجمل صينيه مكرونه بشاميل. طبعا البصل كنت مقطعاه بقى، وبصوا حاجات كده ايه فاخر من الاخر. ونزلت بقى بمعلقتين من الزبده. بصوا حاجه كده ايه يعني ما شاء الله عليها. انتي عندك زبده سمنه اي حاجه متوفره عندك يا حبيبه قلبي اعملي بيها. ما تقفيش على اي حاجه عشان حياتك تبقى ماشيه وانتي راضيه بيها، وانتي حاسه من جواكي ان انتي راضيه بحاجتك. كان معايا نص كيلو من اللحمه ما شاء الله عليه. حاجه كده جميله. على فكره يا جماعه بصي لما تكوني حياتك كده مرتباها بتلاقي يومك ماشي حلو قوي قوي قوي. وفي نفس الوقت بتلاقي عندك يعني حاجة جميلة. لازم تعصجي اللحمة جدا 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 قبل ما تنزلي بالبهارات بتاعتنا الجبارة دي. طبعا البهارات بتاعتنا كمون وفلفل اسود وسبع بهارات وشوربه من الماجي وورق لورا وقرفه. يعني انتوا عارفين البهارات بتاعتي، لو انا قلت لكم هطول عليكم. فبجد كل اللي متابعني عارف بهاراتي. ومعايا طماطمايه مبشوره. بس اهم حاجة تعصجي اللحمة بتاعتك كويس جدا جدا عشان تديكي ريحة كده. بصوا زي اللي مديها لي كده. بصوا يا سلام يا سلام يا سلام. بصوا حاجة كده ايه قلصة 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 يا حلوين. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله على اللحمة بتاعتنا وعلى الحاجات الحلوة والجميلة والبهارات. وبصوا حاجة يعني مش قادرة اوصف لكم. هنسيبها بقى على نار هادية تستوي براحتها خالص. تعالوا بقى بينا نولع على حاجة تانية نعملها. طبعا كل حاجة ماشية كده ايه واحدة واحدة. مش هنقف على حاجة واحدة لما تستوي، لا هنعمل بقى نسلق المكرونة. نديها سنة من الزيت في مية المكرونة وحبة من الملح. دي سلقة المكرونة عشان المكرونة بتاعتك تطلع مفلفلة وجميلة. بصوا حاجة كده قلصة قلصة قلصة. بصوا بقى نزلت بقى بكيسين من المكرونة. الكيس عبارة يعني عن 350 جرام. مش يعني مش كيلو الكيس، مش كيلو يا جماعة. وما شاء الله طبعا المكرونة بتاعتنا استوت معايا بقى يعني بصي الزبدة البلدي الفاخر من الاخر بتاعتنا الجميلة دي. طبعا نزلت بقى بصي بمعلقتين سمنة بقى زبدة بقى فلاحي فلاحي. بصوا ريحتها بقى يا جماعة ما شاء الله. قلت بقى ايه بصوا يا سلام كوبايتين بقى من الدقيق.
على السمنه بتاعتنا الزبده دي بقى يا جماعه، ما شاء الله عليها في المكرونه، بجد بتخلي البشاميل بتاعك في حته تانية. لازم تنزلي بكوبايتين من الدقيق، الكوبايه اللي انت بتشربي فيها ميه ديت، كوبايتين حلوين قوي، يعني في مدار، في يعني بتاع 350 جرام 400، يعني مش يكمل ربع كيلو، فاهماني؟ قصدي ما يكملش نص كيلو. بجد بجد انا بحب البشاميل كتير، لان انا بحب المكرونه بتاعتي يبقى البشاميل بتاعها حلو وجميل. وبصوا مش قادره اوصف لكم، نزلت بقى بكيلو اللبن وميه سلقه المكرونه يا جماعه، دي السر. ان انت لو مش عندك شوربه مع كيلو من اللبن، ميه سلقه المكرونه تصفيها، لان ميه المكرونه بيبقى كلها نشا، وبصي بتبقى جميله جدا في البشاميل. جربيها ميه سلقه المكرونه مع كيلو اللبن، بصوا في البشاميل اللي بتبقى جميله جدا جدا، وبتخلي المكرونه بتاعتك خطيره خطيره. فميه سلقه المكرونه ما تكبهاش، اعمليها للبشاميل مع كيلو من اللبن، حاجه كده جميله جدا. بصوا ما شاء الله على البشاميل، البشاميل بتاعنا عامل زي الصوص بالظبط، عامل زي الكريمه. شايفين الكريمه؟ حاجه قلصه كده. بصوا بجد بجد يعني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وريحه البشاميل يا جماعه بقى بتديله بقى سنه ملح مع سنه كمون، مع البهارات بتاعتك، مع واحده من الشوربه، يعني ايه ان انتي بصي تظبطي الحدق بتاعه. معانا نص معلقه من الدقيق، بعد ما عصنا الصينيه بتاعتنا سمنه، اديناها رشه من الدقيق. طب بتقولي لي رشه الدقيق ليه؟ عشان الخرطه المكرونه تطلع معاكي كده، بصي جوسي كده، جوسي، حاجه كده جميله جدا ويمنى مشي. بصي حاجه حلوه جدا جدا وجميله. وعلى فكره صينيه المكرونه ما اخدتش وقت خالص، انا ما عملتش فراخ ولا عملت اي حاجه، قلت اعمل صينيه مكرونه كده وخلاص. يعني حاجه جميله جدا جدا، وفي نفس الوقت يعني حلوه. بس الوقت بصوا يعني يومنا ماشي ببركة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. الحمد لله، راضيين بكل حاجة ربنا بعتها لنا، وراضيين بعيشتنا، وراضيين بكل حاجة، وده فضل ونعمة من عند ربنا. احمدوا ربنا على كل حاجة. وما شاء الله طبعا نص كيلو لحمة انا هفضيه كله لصينية المكرونة، لان انا بصوا بجد بحب اللحمة، بتبقى زايدة جدا جدا في المكرونة، بتبقى جميلة جدا، وفي نفس الوقت تبقى حلوة خطيرة، مفيش احلى ولا اروع من كده. نزلت بقى بنص كمية المكرونة التانية على الوش كده، وهنزل بقى بنص كمية البشاميل. البشاميل يا جماعة مش قادرة اوصف لكم جماله ولا ريحته ولا طعمه. بجد سلقة المكرونة دي سر، دي سر من اسرار المكرونة البشاميل. بجد بجد انا مش اول مرة اعمله بكده، انا يعني اكتر من مرة بعمله بالطريقة دي لو ما عنديش شوربة. بس بجد بتبقى احلى من اللي بيبقى عليها شوربة مليون الف مرة، بتبقى فظيعة جدا. بساوي بقى البشاميل بتاعي كده على المكرونة. اهم حاجة وانتي بتعملي المكرونة ما يكونش فيه مكرونة ظاهرة على الوش، يبقى البشاميل مغطيها. طب بتخبطي فيها ليه؟ عشان اطلع الهواء منها. وادي صينية المكرونة بتاعتي استوت، وبصوا اخده وش ما شاء الله، ولا حطيت لها بيض ولا حطيت لها جبنه ولا حطيت لها اي حاجه، سويتها كده. هتقولي لي طب ما شاء الله احمرت ليه كده؟ هقول لك يا حبيبه قلبي اني السمنه البلدي وشها عامل زي وش القشطه بالظبط، فمخلي صينيه المكرونه بتاعتي خطيره جدا 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 وجميله ما شاء الله عليها. بصوا بقى، تعالوا بقى نقطع بقى صينيه المكرونه وندوق. احنا ملناش نفس ندوق ولا ايه؟ لا لازم طبعا. الولاد كانوا في الدروس، بس انا بصراحه جعانه ومش قادره ان انا اشوف صينيه المكرونه بالطريقه دي وما اكلش. فانا معايا عبد الرحمن، يعني نسلي بعضينا وناكل انا وهو. فعمال يقول يا ماما يا ماما، ايه يا ماما؟ قلت له دقيقه واحده وهحط لك احلى واجمل صينيه مكرونه يا عبد الرحمن. حط لنا بقى حتتين كده نتسلى فيهم لغايه بقى ما ابو الولاد يجوا والولاد يطلعوا من الدروس، نتغدى بقى غدوه صح. بس بجد والله العظيم اصلا المنظر الصينيه تشهي 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 تشهي. فبقى ما ينفعش بقى لازم ندوق. بس بسم الله ما شاء الله ريحتها جميلة جدا جدا يا جماعة. وبجد يعني حاجة، بصوا بإمكانياتنا البسيطة بتركاتنا بحركاتنا بكل حاجة باللذاذة بطعامة، بصوا مش قادرة اوصف لكم. عودوا نفسكم ان انتوا خلي حياتكم كده بسيطة. عارفة الحياة البسيطة مفيش احسن منها والله العظيم يا جماعة. بجد بتبقى حاجة روعة جدا جدا. حتى ما شاء الله
يعني ارض الصينيه جميله جدا جدا، وبصوا مش ملزقه ولا اي حاجه وما شاء الله عليها، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. فبجد يعني جربوها بالطريقه دي، وانتوا مش يعني مش هقول لكم على جمالها. ومعانا بقى ستينج بقى عشان ايه، يظبط الدماغ كده مع الغدوه الحلوه دي. اشوفكم في فيديو جديد ويوم جديد باذن الله، مع الف مليون سلامه يا احلى من